مساء الخير، اهلا بيكم مره تانية في حلقه من حلقاتنا. حلقتنا النهارده الحقيقه هنتكلم فيها عن التدريب الصيفي، واحد من اهم المواضيع اللي بتكون موجوده خلال الفتره دي من السنه. في العادي بتكون متاحه اثناء بس شهور الصيف. في الفترة دي الشركات أو البنوك أو كل المؤسسات اللي أنت يعني المفروض مجال عملك مرتبط بيها بتكون فاتحة التقديم على التدريب عندها، ودي بتبقى فرصة مميزة جدا. حاول بقدر الإمكان ما تضيعهاش خلال الفترة دي. عادة بيكون متاحة لطلبة تالتة ورابعة من الكلية، وفي طبعا تدريب تاني اسمه تدريب خريجين، ده حاجة تانية زي مثلا اللي بيعمله البنك الاهلي، وانه بياخد الناس اللي متخرجه بيدخلها تدريب فتره، واللي فيهم بيكون كويس ممكن يكمل معاه وياخده بعد كده يكمل شغل معاه. وبالتالي هي بتكون حاجه كويسه جدا ان انت تدخل وتشوف سوق العمل ده او المجال ده ماشي ازاي، وبعد كده بتكون حاجه كويسه جدا في السي في ان انت اتدربت اكتر من مكان، فبتفرق عن الشخص التاني اللي ما دخلش اي مكان او ما شافش اي حاجه. If you're looking for a job, it can seem like everything requires 3 to 5 years of experience. In fact, experience can be the crucial factor in who gets hired and who doesn't. Employers love experience. But data also shows that post-secondary education is essential for higher lifetime earnings. So how can you get both? Education and experience? Internships. According to a 2012 study by the National Association of Colleges and Employers, 59% of businesses hired their paid interns as new full-time employees. This may be why 65% of 25 to 32-year-olds in the labor force said more work experience while in school would have helped them get the job they wanted. By cultivating the professional networks and skills you'll need to succeed, internships can really improve your employability regardless of what you're majoring in. In fact, a recent Auburn University study showed that interning in a career field could be even more important than majoring in that field when it comes to getting a job interview. And while unpaid internships were a big thing in the past, the U.S. Department of Labor now issues legal guidelines that encourage employers to pay interns for their work. In fact, both national and local data indicate that the overwhelming majority of internships are paid. شركة جوجل مثلا بتعمل تدريب، ممكن تدخل تشوفوا أفكار لا نهائية عن تدريب الطلبة اللي بيتم. الكلام ده بيتم على فكرة في مصر وخارج مصر برضو، والفترة دي بتكون مهمة جدا لأنها فترة الربط ما بين الجزء اللي انت درسته عملي والكلام اللي انت شفته عملي وسوق العمل اللي انت ممكن او انت اكيد بعد ما هتتخرج هتحتك بيه وهتقدر تشوفه بشكل عملي. بتاخد فكرة، بيوسع مداركك، بتقدر تشوف الصورة من جهة تانية، فالموضوع معاك بيكون ابسط بكتير جدا من الشخص اللي ما تعاملش مع الناس دي او ما دخلش المجال ده قبل كده وما شافوش. البنوك انت بتاخد طبعا البنوك كلها خلال الفترة دي بيكون فيها اعلانات. الاعلانات دي عادة بتكون اونلاين على مواقع زي لينكد ان، على الويب سايتس نفسها بتاعة البنوك. وكان في حاجة كمان انا كنت اتكلمت عليها في جزء كده اسمه شؤون طلاب، ده بيكون موجود في المحافظة اللي انت تابع ليها. مبنى المحافظة نفسه اسأل عليه وقول له انا عايز اقدم على تدريب البنوك. في بعض البنوك يا جماعة ما زالت لحد النهاردة هي بتسيب اعلاناتها جوه مبنى شؤون الطلاب الخاص بالمحافظة اللي انت موجود فيها، وبتقدر تقدم عن طريقها. انا واحد من الناس جالي تدريب مرة بالطريقة دي، انا رحت سألت ولقيت وفعلا جالي تدريب يعني في البنك ده. ف اللي اقصد اقوله ان انت حاول تدور، هتلاقي دايما في واحد من دول اكيد. لو انت لسه ما قدمتش لحد وقت الفيديو ده على اي تدريب فلسه معاك فرصة، بس حاول بقدر الامكان تقدم عليها، تقدم على التدريب ده، لانه بجد هيفرق معاك جدا في السي في حياتك انت، في التعامل مع الناس. هيفرق معاك كتير جدا بدل ما تضيع وقت الصيف في اي كلام فارغ يعني. لان حاليا خليني اقول لك ان سوق العمل مش محتاج خالص ناس، او مش هيكون محتاج ناس تقليديين او طالعين مش فاهمين حاجة او لسه بادئ يتعلم. يعني هو هيدي لك فرصة شوية تتعلم، بس هتفرق شوية. الشخص اللي خد فكرة عن السوق ده قبل ما يتخرج اكيد هيفرق كتير جدا عن الشخص التاني اللي طالع فريش خالص.
وهي دي على فكرة اللي بتفرق لما تكون انت متقدم مع 5 اشخاص مثلا، في منهم اللي اتدرب وشاف الاماكن دي او احتك بيها او اشتغل في بنوك او ايا كان المؤسسات دي، ما بين الشخص التاني اللي طالع فريش، هو يعني ما سعاش ان هو يتعلم حاجة قبل التخرج وياخد فكرة، وبالتالي هو طالع يعني زي ما بنسميه كده ابيض يا ورد، فما يعرفش اي حاجة في اي حاجة. فبالتالي انت بتفرق عنه في النقطة دي، وده بيكون نقطة لصالحك في أي مقابلة هتعملها في أي شركة أو أي مكان، وهتساعدك بعد التخرج طبعا. عشان تقدر تدور انت بس بتشوف يعني مثلا خلينا في لينكد ان، لو كتبت بس سمر انترنشيب او سمر فاكنسي او اكتب بالعربي يا سيدي تدريب صيفي واختار الدولة مصر في لينكد ان، هتلاقي فيه لستة كبيرة جدا من الفرص بتاعت التدريب ظهرت معاك. طبعا هو المفروض التقديم كان قبل كده، انا كنت عامل حلقة قبل كده بس ما رفعتهاش الحقيقة، كانت في منتصف شهر 5 تقريبا، وهي دي كانت مهمة. بس مهم جدا ان انت تبدأ دلوقتي تشتغل على الموضوع ده. بالنسبة ليك لو انت لسه طالب تالتة او رابعة، بنحتاج حاجة اسمها اثبات القيد. اثبات القيد حاجة بتقول من شؤون الطلاب الخاصة بيك في الجامعة ان انت مقيد في الجامعة وان انت طالب في السنة دي، وعادة الشرط الوحيد بيكون ان انت تكون جايب جيد في اخر سنة. الحاجة التانية السي في، محتاج انت تعمل سي في، واحنا كنا عملنا فيديو كويس جدا في القناة هنا على السي في ازاي تقدر تعمله، ممكن ترجع له وهسيبه لكم برضو في الوصف. تقدر ترجع له وتشوف السي في بيتعمل ازاي، هيفرق معاك جدا. مش طول عليكم اكتر من كده، لو انت هتتخرج قريب تقدر تستفيد من الفيديو ده وتقدم، وان شاء الله يجي لك فرصة كويسة. لو انت مش هتستفيد ممكن تلاقي شخص تاني يستفيد، اخوك اختك، شخص تعرفه محتاج تدريب صيفي، تقدر تقدم، تديله بس فكرة او ابعت له الفيديو او شاركه مع غيرك بحيث غيرك يستفيد. ما تنسوش تشترك في القناة واشوفكم الحلقة الجاية.